شباب البومب 11 الحلقة 25. المستأجر زيد يكذب على عامر. بدأت قصة الحلقة 25 من مسلسل شباب البومب 11 بعدما جاء المستأجر زيد ليسكن في المنزل المجاور لعامر فيصل العيسى، لكنه كان شخص مثير للجدل بسبب تصرفاته. وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة بعد تصرفات المستأجر زيد التي أثارت الجدل لدى عامر وكفتة وياسر وشكش، وقرروا أن يبحثوا في الأمر حتى تظهر حقيقة هذا الرجل. أصوات غريبة وتصرفات مثيرة كانت وراء شك عامر في المستأجر زيد، وبعد أن قرر عامر وأصدقائه أن يدخلون منزل زيد دون علمه لا يكشفوا حقيقته، وكانت الصدمة في انتظارهم. ولكن كان الموقف مؤثر بعدما كشف زيد حقيقة والده الذي يعاني من مرض السرطان في قدمه وهو يجلس بجواره ليرعاه. رسالة مؤثرة قالها زيد، لكن لم تكن هذه هي الحقيقة بعدما كشفت نشرة الأخبار في التلفزيون عن صورته، وإنه من أخطر تجار المخدرات، حيث أنه يحاول الهروب خارج المملكة العربية السعودية. أصيب عامر بصدمة شديدة بعدما اكتشف حقيقة المستأجر زيد الذي استطاع أن يكذب عليه هو وأصدقائه. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول قضايا الشباب السعودي بطريقة طريفة، حيث يقدم عدة حلول لهذه القضايا. بشكركم على حسن استماعكم.